همسات سهر. قل للمليحة في الخمار الأسود ماذا فعلت بناسك متعبد؟ قد كان نشر للصلاة ثيابه حتى وقفت له بباب المسجد. ردي عليه صلاته وصيامه لا تقتليه بحق دين محمد. كلمات ترسم لنا لوحة وتسافر بنا عبر الأزمان، وهمسات جسد بها عشاق عشقهم، ولكنها ليست كأي همسات سهر. برنامج همسات سهر يطل عليكم كل أربعاء في تمام الساعة 10:30 مساء بتوقيت بيروت والقاهرة. من إعداد وتقديم الإعلامية إلهام عبد العزيز. كل القائمين على الإذاعة الجميلة راديو سهر، وأنا شخصيا من المتابعين ليها، وبشوف إنها محطة دمها خفيف جدا جدا، وكل اللي بتقدمه فعلا يعني عبارة عن مجموعة حاجات شيقة ومتميزة. شكرا، كل سنة وانتم طيبين، وتحياتي لكل مستمعين راديو سهر. شكرا. محمد رحيم. حبيبي من الخجل على حفة البسمة، كل ما إجا يحكي نزل قلبك يحكي. كل حدا فينا بيحتاج لإنسان ثقة يحكي له أو حدا يفهمه ويشكي له. قلبك يحكي، وكل حدا فينا بيحتاج لحظة من التأمل، لحظة من فشة الخلق ما بنعرف شو نسميها. قلبك يحكي. رجع لكم برنامجكم قلبك يحكي، معي أنا الكرمي ومعي أنا ميليسا. قلبك يحكي يوم الاثنين في تمام الساعة 10:30 مساء بتوقيت بيروت والقاهرة. قلبك يحكي. صبايا أونلاين. برنامج من فكرة وإعداد وتقديم الإعلامية مروى طاهر والإعلامية هنا. يذاع هذا البرنامج يوم الثلاثاء مساء بتوقيت بيروت والقاهرة 10:30. صبايا أونلاين. هلا هلا يا الصبايا، هلا هلا يا البنات، فينا من حلو المزايا وللدلع فينا صفات. هلا هلا يا الصبايا وهلا هلا يا البنات،
همسات سهر. قل للمليحة في الخمار الأسود ماذا فعلت بناسك متعبد قد كان نشر للصلاة ثيابه حتى وقفت له بباب المسجد ردي عليه صلاته وصيامه لا تقتليه بحق دين محمد. كلمات ترسم لنا لوحة وتسافر بنا عبر الأزمان، وهمسات جسد بها عشاق عشقهم، ولكنها ليست كأي همسات سهر. برنامج همسات سهر يطل عليكم كل أربعاء في تمام الساعة 10:30 مساء بتوقيت بيروت والقاهرة. من إعداد وتقديم الإعلامية إلهام عبد العزيز. المستمعين، يسرنا اللقاء بكم دوما من خلال برنامجنا الشعري همسات سهر، لنقدم لكم أحلى ما عندنا من أشعار وخواطر وكلمات المحبين، ودائما لدينا الجديد والمفيد كما عودناكم براديو سهر. معكم إلهام عبد العزيز، وتصحبني في الهندسة الإذاعية الإعلامية لينا. واليوم لدينا العديد من الفقرات التي ستنال رضاكم وإعجابكم من معلومات مفيدة عن شاعر من شعرائنا العرب بقصائدهم التي لطالما تغنينا بها. يمكنكم مستمعين المشاركة عبر برنامج سكايب سهر 90.1 وعبر شات موقع راديو سهر FM، وأكيد تواصلكم معنا يبهجنا. همسات سهر. قل للمليحة في الخمار الأسود ماذا فعلت بناسك متعبد قد كان نشر للصلاة ثيابه حتى وقفت له بباب المسجد
ردي عليه صلاته وصيامه، لا تقتليه بحق دين محمد. كلمات ترسم لنا لوحة وتسافر بنا عبر الأزمان، وهمسات جسد بها عشاق عشقهم، ولكنها ليست كأي همسات سهر. برنامج همسات سهر يطل عليكم كل أربعاء في تمام 10:10 مساء بتوقيت بيروت والقاهرة. من إعداد وتقديم الإعلامية إلهام عبد العزيز. هو أحمد شوقي. ولد في القاهرة عام 1868 في أسرة متصلة بالقصر الخديوي، وأخذته جدته لأمه من المهد وكفلته لوالديه. وحين بلغ 4 من عمره أدخل الكتاب الشيخ صالح حي السيدة زينب في القاهرة، ثم مدرسة الابتديان الابتدائي. وحصل على المجانية كمكافأة على تفوقه. وحين أتم دراسته الثانوية دخل مدرسة الحقوق، يعني كلية الحقوق، وبعد أن درس بها عامين حصل بعدها على الشهادة النهائية في الترجمة. وما أن نال شوقي شهادته حتى عينه الخديوي في خاصته، وأوفده بعد عام لدراسته الحقوق في فرنسا، حيث أقام فيها 3 أعوام. حصل بعدها على الشهادة النهائية في يوليو 1893. الخديوي أن يبقى في باريس 6 أشهر أخرى للاطلاع على ثقافتها وعلى فنونها. وعاد شوقي إلى مصر في أوائل سنة 1894، فضمه توفيق إلى حاشيته وسافر إلى جنيف ممثلا لمصر في مؤتمر المستشرقين. ولما مات توفيق وولي عباس كان شوقي شاعره المقرب وأنيس مجلسه ورفيق رحلاته. الجزء الأول من الشوقيات، والذي يحمل تاريخ 1898، ولكن تاريخ صدوره الحقيقي سنة 1890. نفاه الإنجليز إلى الأندلس في سنة 1914 بعد أن قامت حرب العالمية الأولى، وفرض الإنجليز حمايتهم على مصر. من المنفى في أوائل سنة 1920، وبويع أميرا للشعراء سنة 1927. أحمد شوقي هو أول من كتب المسرحية الشعرية،
ومن أهم المسرحيات الشعرية التي كتبها عنترة وقمبيز، علي بيك الكبير، والست هدى، ومصرع كليوباترا، ومجنون ليلى. قصائد شوقي الشعرية: كتب أحمد شوقي قصائده في أكثر من مجال، وقسمها إلى عدة أقسام، وضمها في ديوان أطلق عليه اسم الشوقيات، والذي يشمل قصائد في الوصف والتاريخ والسياسة ومناسبات التكريم والنبويات. فمن قصائد الوصف: آية العصر في سماء مصر، جنيف وضواحيها، تمثال نهضة مصر. في التاريخ: أبو الهول، النيل، أمس وجود مصر. ومن قصائد السياسة: مشروع 28 فبراير، استقلال سوريا، الأندلس، الجزيرة. قصائد النبوة: نهج البردة، وذكرى المولد النبوي. توفي شوقي في 14 أكتوبر 1932، مخلفا للأمة العربية تراثا شعريا خالدا. حسنة بين الحسان، في شكله إن قيل بان، كالبدر تأخذه العيون، وما لهن به يدان. ملك الجوانح والفؤاد، ففي يديه الخافقان، ومناي منه نظرة، فعسى يشير الحاجبان. فعسى يزكي حسنه من لا له في الحسن ثان، فدعوه يعدل أو يجول، فإنه ملك العنان. حق الدلال لمن له في كل جارحة مكان. سميتها ليلتي، لأنها بالناس ما مرتي، أذكرها والموت في ذكرها، على سبيل البث والعبرة، ليعلم الغافل ما أمسه، ما يومه، وما منتهى العيشة. نبهني المقدور في جنحها، وكنت بين النوم واليقظة، الموت عجلان إلى والدي،
والوضع مستعص على زوجتي. هذا فتي وهذا فتى يبكى على مثله، وهذه في أول النشأة، وتلك في مصر على حالها، وذاك رهن الموت والغربة، والقلب ما بينهما حائر من بلدة أسرى إلى بلدة، حتى بدا الصبح فولى أبي، وأقبلت بعد العناء ابنتي، فقلت أحكامك حرنا لها يا مخرج الحي من الميت. ما بدي غير اللي كان، ما بدي رجع لي الزمان بأدي، يا عمر صرنا كبار وعهدني زوار، رجع لقلبي النار واللون لخدي، غير اللي كان، غير اللي كان، ما بدي. امبارح كانوا حدي واليوم ما حدا، كلمي عم بودي ولا أنا بدي اسأل عحدا. مثل النحلات كانوا عزهرة ربيع، مثل النجمات كانوا بهالكون الوسيع، راحوا على هدا وضاعوا بالمدى، وما شافوا حدا ولا أنا بدي اسأل عحدا، 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 عحدا. عجبيني الليل كتبتلك هالغنية، يا ويل الليل لو عرفوا أهلك فيه. عجبيني الليل كتبتلك هالغنية، يا ويل
صلاتي بظل النور ليش تخبي بسماتي تنور يدور ويبين نظراتي رقصة عصفور رح ارقص على نغماتك رقصة عصفور رح ارقص على نغماتك نغمات الحب ضل يغني لي عجبيني الليل تبتلك هالغني يا ويل الليل لو عرفوا أهلك فيه عجبيني الليل تبتلك هالغني أعزائي المستمعين، رجعنا بعد الفاصل القصير، ومعانا أولى المشاركات الهاتفية. معانا اتصال اهو. ألو. الو. أيوة، مساء الخير. مساء النور. تعرف بيك؟ حيدر. أهلا بيك يا حيدر. منين بتكلمنا يا حيدر؟ من العراق. أهلا بيك وكل أهل العراق. حيدر، أخبار الشعر معك إيه؟ والله يعني أقول لك مدمن شعر. حبيت برنامجنا؟ أكيد. طيب حيدر، أنت بتلقي شعر ولا بتكتب وتلقي؟ يعني ألقي شعر، كتابة عن شيخ الجميل، يعني أكتب أنباء أبوذية يمشي. طيب هتسمعنا حاجة بسيطة؟ أيوة أوكي، سمعكم. تفضل. قصيدة تقول: عدنا اشتاق لك بس ما قدرت نشتاق، رغم فراق وجهك أدري بيه جد، حل بطيحتك قالوا حبيبك صار، سمعت اسم الله قلهم ما سمعت الحل، حتى ما أهمهم قاموا يسلمون، الله يساعدك يمكن نفارق هل، شي يرضيك بس ما شاب من مجال، شو تقول أبقى ناطر حتى بدي الظل، بعد نعجب من نظراتك الشلبات، أخاف أفتح عيوني نظرة مل، من حسرة محب على القلب تقطع روح، تقعد الموت حسرة محب لو تنزل، لويت ذراع شمسك خضرت لك ليل، ما تخسر بعد دورة تمشي الظل، اللي رسم لك واسمك باد سيفك ناي، ما تقدر تذل العشق ما بيذل، طبعك ما صفى مثل اللي يحب الطاف، عايش لحظتك مثلك تشد وتبل، متشمت انت يمي الغيظ وانسى يصير، وافرح لو همك فوق قلبي يجل، اكره المايح ما ضاق طعم الليل، ولا تانا رسائل من محب يرسل، نبقى لها وقت مثل العراق نعيش، مثل من حب يحب هو متعلعل، انا الصايم عليك من افطر الا وياك، اشذب هلالك ومصدقك ومتني، وصوتك خيال النفس تاني يفوت، ما سامع قبل النفس يوجد ظل، قبل لا تدور وجهك حكي الناس ندار، وفارق ناس صاحت حيل، مو كلهم شمات استغفر الله واك، لذلك قمت احسن قله بها الكل، قساوة صوت غيرك باذن تكتب راح، يم تكتب رجع له وانسى حكي الغد، يم تكتب رجع له وانسى حكي الغد، هو ادور رجع له. الله عليك. لا بجد، يمكن الناس اللي هم عارفيني على طول دايما بقول كلمة على كل أهل العراق، إن هم ناس بيجيدوا الكلام في الشعر وبيجيدوا العربي الفصحى، يعني حتى لما بيجوا يتكلموا ممكن ترصد كلام فصحى كتير في كلامهم.
مش عارفة ليه ليه كده ليه؟ فاهم يعني العراق هذا كلام، يعني الكل يعرف ان العراق الفصحى يعني شيء اعتيادي بين. يعني ابسط حاجة احنا مثلا نقول العراق، الناس يقولوا كده العراق كده، انتم تقولوا العراق ما تقولوش العراق، يعني دي ابسط حاجة. طيب حيدر، انت في الفصحى بتحب شاعر معين تلقي ولا اهم حاجة عندك في القصيدة نفسها؟ يعني انا عندي قصيدة يعني مضمونها ما يهم الفصحى او غير الفصحى. سمعنا حاجة طيب بالفصحى بصوتك؟ يعني قلت لك اني ما محضر هذا الشيء، ما اعرف. انا حبيت الشعر منك الفصحى بصراحة، عايزة اجرب الفصحى بقى. طيب اتصل شوي واتصل بيكم. اوكي شوي وشارك البرنامج معنا. حيدر انت معايا؟ اي اوكي. بعد ما سمعنا مشاركة حيدر، طبعا كل اللي شاركنا المشاركة النهاردة مفتوحة، اللي يحب يشاركنا مرة واثنين وثلاثة، كل محبين الشعر، كل اللي بيكتبوا شعر احنا النهاردة في ضيافتهم. طبعا كل الناس تقدر تشارك عن طريق برنامج سكايب سهر 90.1 وكمان عبر شات موقع راديو سهر FM. الشعر مش اي حد يقول شعر ولا اي حد يقدر يتذوق الشعر، بس هو صاحب المشاعر المرهفة او صاحب المشاعر الفياضة هو اللي يقدر ان هو يمتعنا بالشعر. والنهاردة احنا بنتكلم على شاعر هو امير الشعراء، ولقب امير الشعراء مش ممكن ياخده اي حد بيكتب اي كلام. يعني امير الشعراء ليه قصائد وليه اشعار لحد الان اللي احنا بنقراها، ولحد الان احنا عايشين على جمالها. من ضمن من اجمل الابيات اللي انا قريتها لاحمد شوقي، اسمع: اليوم اصعد دون قبرك منبرا، واقلد الدنيا رثاءك جوهرا، وأقص من شعري كتاب محاسن تتقدم العلماء فيه مسطرا، ذكرا لفضلك عند مصر وأهلها، والفضل من حرماته أن يذكرا. العلم لا يعلي مراتب وحده، كم قدم العمل الرجال وأخرا، والعلم أشبه بالسماء رجاله، خيطت جهاما في السحاب وممطرا. طفنا بقبرك واستلمنا جندلا، كالركن أزكى والحطيم مطهرا، بين التشرف والخشوع كأنما نستقبل الحرم الشريف منورا. لو أنصفوك جنادلا وصفائحا، جعلوك بالذكر الحكيم مصورا. يا من أراني الدهر صحة وده، والود في الدنيا حديث مفترى، وسمعت بالخلق العظيم رواية،
فأراني الخلق العظيم مصورا. ماذا لقيت من الرقاد وطوله؟ أنا فيك ألقي لوعة وتحسرا. لما بدا لك آمنا في منزل الدهر أقصر فيه من سنى الكرى. ما زلت في حمد الفراش وضمه حتى لقيت به الفراش الأوثرى. لا تشكون الضر من حشراته، حشرات هذا الناس أقبح منظرا. يا سيد النادي وحامل همه خفته تحت الرزية منقرا. شهد الأعادي كم سهرت لمجده وغدوت في طلب المزيد مشمرا. وكم ألقيت الكيد واستدفعته ورميت عدوان الظنون فأقصارا. ولبثت عن حوض الشبيبة دائدا حتى جازاك الله عنه الكوثرا.
شبان مصر حيال قبرك خشع لا يملكون سوى مدامعهم قرى. جمع الأسى لك جمعهم في واحد، كان الشباب الواجد المستعبرا. لولاك ما عرفوا التعاون بينهم فيما يسر ولا على ما كدرا. حيث التفت رأيت حولك منهم آثار إحسان وغرسا مثمرا. كم منطق لك في البلاد وحكمة، والعقل بينهما يباع ويشترى. تمشي إلى الأكواخ ترشد أهلها مشي الحواريين يهتون القرى. متواضعا لله بين عباده، والله يبغض عبده المتكبرا. لم تدر نفسك ما الغرور، وطالما دخل الغرور على الكبار فصغرا. في كل ناحية تخطو نقابة فيها حياة أخي الزراعة لو درى. هي كيمياؤك لا خرافة جابر، تذر المقل من الجماعة مكثرا. والمال لا تجني ثمار رؤوسه حتى يصيب من الرؤوس مدبرا. والملك بالأموال أمنع جانبا، وأعز سلطانا وأصدق مظهرا. أنا لفي زمن سفاه شعوبه في ملكهم كالمرء في بيت الكرى. أسواك من أهل المبادئ من دعا للجد أو جمع القلوب النفرة. الموت قبلك في البرية لم يهب طه الأمين ولا يسوع الخيرا. لما دعيت أتيت أنثر مدمعي، ولو استطعت نثرت جفني في الثرى. أبكي يمينك في التراب غمامة، والصدر بحرا والفؤاد غضا فرا. لم أعط عنك تصبرا، وأنا الذي عزيت فيك عن الأمير المرعشة. أزن الرجال ولي راع طالما خلع الثناء على الكرام محبرا. بالأمس أرسلت الرثاء ممسكا، واليوم أهتف بالثناء معنبرا. غيرتني حزنا وغيرك البلا، وهواك يأبى في الفؤاد تغيرا. فعلى حفظ العهد حتى نلتقي، وعليك أن ترعاه حتى نعشرا. همسات سهر. قل للمليحة في الخمار الأسود، ماذا فعلت بناسك متعبد؟ قد كان شر للصلاة ثيابه، حتى وقفت له بباب المسجد. ردي عليه صلاته وصيامه، لا تقتليه بحق دين محمد. كلمات ترسم لنا لوحة وتسافر بنا عبر الأزمان، وهمسات جسد بها عشاق عشقهم، ولكنها ليست كأي همسات سهر. برنامج همسات سهر يطل عليكم كل أربعاء في تمام الساعة 10:30 مساء بتوقيت بيروت والقاهرة. من إعداد وتقديم الإعلامية إلهام عبد العزيز. ورجعنا أعزائي المستمعين، ومعانا دلوقتي مشاركة مميزة جدا جدا جدا، ونتعرف على صاحبة المشاركة. نقول ألو. ألو، مرحبا. أهلين مرحبين. يا أهلا وسهلا فيك يا حبيبتي، كيفك يا ألهم؟ منورة الدنيا كلها. معانا الإعلامية القديرة لينا. حبيبة قلبي، بشكر كتير، هيدا تمجيد منك.
شرف كبير لإلي. حبيبة قلبي، احنا النهاردة طبعا أول مرة تشاركي معانا في همسات سهر، فتحبي تقولي لنا ايه في أول مشاركة ليكي معانا؟ بحب أقولك إنه بحبك كتير، وبحب دايما أسمعك، وبحب إلقائك للشعر كتير بالحقيقة. عن جد عندك طريقة بتخلي هيك الناس تدخل بجو ساحر هيك غريب يعني. اسم الله عليكي حبيبة قلبي، شرف ليا والله يا لينا. حبيبة قلبي، الله يوفقك. طيب لينا، هنستثمر وجودك معانا. طبعا انا مش هقولها استغل عشان الكلام ما بيحبش كلمة استغل ديت. هتسمعينا ايه بصوتك الجميل في الشعر؟ أنا هسمعكم شغلتين. الأولى خاطرة، والثانية قصيدة غنائية. لا كمان قصيدة. الأولى هي غرامية، وطلب غنية بعدها مباشرة، وبعدها برجع بقول قصيدة بدي أهديها لفلسطين، لأهلنا بفلسطين، للقدس تحديدا. نسمع. أوكي. حبيبي 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 الشوق غامرني تنتلاقى. حبيبي حبيبي الشوق غامرني تنتلاقى. حبيبي كيفك طمني عنك مشتاقة. حبيبي حبيبي الشوق غامرني تنتلاقى. حبيبي طمني عنك مشتاقة. يا نجمي يا نجمي بحياتي عالي بالسما براقة. اشتقتلك اشتقتلك. حبيبي حبيبي الشوق غامرني تنتلاقى. حبيبي كيفك طمني عنك مشتاقة. يا نجمي يا نجمي عالي بالسما براقة. اشتقتلك اشتقتلي. غريبة هالقصة معاش لإلي تشتاق، وأنا الكنت مثل الروح ما بتعيش بلاها. حبيبي حبيبي ضل حد محتاج كتير لإلك. حبيبي حبيبي ضل حد كتير محتاج لإلك، وما تقوى عن الحب خلاها تكون قوية عكل هالدنيا، وحدك طفل صغيرة خلاها. حبيبي حبيبي كتير محتاجة لإلك، ضل حد وما تقوى عن الحب خلاها تكون قوية عكل هالدنيا، وحدك طفل صغيرة خلاها. حبيبي اشتقت لعيونك اشتقت لعيوني ولنغمة صوتك اللي كنت تقلي لك. نغمة صوتك هاي سبحان الله اللي خلقها سواها. حبيبي
قمر وملاك بين البشر ووردة بستان الزهر. مش هيدي كلماتك زيتها مطبوعة بقلبي ما بمحاها. حبيبي حقي اتدلل علي وحقي غار. حقي اتدلل علي حقي غار. حبيبي كلمة بدي اقلك، هي كلمة بحبك. صدقني ما خلقت لولاها. حبيبي الشوق غامرني تنتلاقى. حبيبي طمني كيفك مشتاقة. عورق الورد رسمت الوعد، رح تبقى بقلبي تيوه في قلبي، ويمكن بعد عم احلم كون لو حلم جنون شي دقة بقلبك تبع عمره ما يفرقنا البعد. بقعد بحكي تغمرني لي، تطلع فيه بترجف قلبي وبغرق فيه. شو بدي قول دوبني عطول، ضحكي بتسحرني وبتسرقني بنظرة عيني. عورق الورد رسمت الوعد، رح تبقى بقلبي تيوقف قلبي، ويمكن بعد عم احلم لو حلم جنون شي دقة بقلبك تبع عمره ما يفرقنا البعد. شلال نجوم عنهر غيوم، والقمر يصير قارب ياخدنا بغفلتنا ولتاني دنيا للعمر الهني نتنفس غرام. طبعا انا عايزه اقول لك يا لينا انك انت عايشتينا في جو خطير وخطير بمعنى الكلمه. انك انت الخاطره اللي انت قلتيها لنا حسستينا ان في ما بينك حوار مع شخص انت بتحبيه، وان الحوار ده حي مش حوار مكتوب مثلا او حاجه في الماضي او كده، لا ده حاضر، واحنا حسينا بمعايشتك للحظة.
بجد انا بحييكي في جدا يعني. انا طبيعتي لما اجي اكتب الشعر بعيش القصة، مش بالضرورة اكون عايشة قصة. عرفتي كيف؟ يعني في ناس بتفكرني انه انا بحب وقاعدة مغرومة وبكتب، لا، انا بعيش القصة. يعني انا في لي قصيدة راح اكتبها بعدين، عفوا راح اسمعكم اياها بعدين. قصيدة ما لها علاقة بالغزل، قصيدة عم بحكي فيها عن هي إنسانية، عم تحكي عن فقير والغني. بوصف كتير، يعني عم بوصف فيها انه كيف فقير اجا لغني، والغني كان عامل مثل وليمة، وانه يعني وجهاء القوم، عرفتي كيف؟ واجا هو وصفه بالجربوع، انه انت يعني امشي من هون، هيدا مش مكانك، وانه راح وانه ما لقي ياكل، وبعدين انه ما لقي حدا رحمه يعني ومات. فوصف هيدي القصيدة كاملة بهيدي القصة، حتى يعني انا هلا بدي فاتر عاد بدي افتش لك من ضمن الكلمات اللي بقولها. لا يخدر في بالي، مش عارفة انه مش ذاكرة ولا شي منه، قديم شوي. طيب انتي قلت لنا ان انتي في قصيدة تانية هتقوليها لنا، مش كده؟ هيدي قصيدة لفلسطين، نتمنى يا رب أن يتحرر القدس ونصلي بالأقصى جميعا إن شاء الله يا رب. مهما حصل ثورات ربيع عربي مش ربيع عربي، هتضل هي القضية الفلسطينية أولى القضايا اللي بتشغل وجداننا احنا كعرب. يعني القضية الفلسطينية هي قضية الشرف العربي بالحقيقة. القدس هي عروس العروبة مثل ما وصفوها الشعراء، رمز العروبة. طالما هي منتهكة للأسف العروبة مش مكتملة، ناقصة. طيب نسمع قصيدة منك يا لينا للقدس والفلسطين إن شاء الله. كفانا صمت، كفانا صمت، فقد تفجر في القدس اليوم بركان. كفانا صمتا، فقد تفجر في القدس اليوم بركان. كفانا نوما، فمن ينقذ القدس من أيدي السجان. كفانا صمتا، فقد تفجر في القدس اليوم بركانا. كفانا نوما، فمن ينقذ القدس اليوم من أيدي السجانة. القدس تحترق ولا رحمة بها، وكلنا أصبحنا عنها نيام. القدس تحترق ولا رحمة بها، وكلنا أصبحنا عنها نياما. ما بكم تسمعون أنين القدس ولا تأبهون به؟ أنسيتم القدس أم أصبحتم تسكنون غير ديار القدس أوطانا؟ كفانا صمتا، فقد تفجر في القدس اليوم بركانا. كفانا نوما، فمن ينقذ القدس اليوم من أيدي السجانة. ما بكم تسمعون أنين القدس ولا تهبؤون به؟ ولا ما بكم تسمعون أنين القدس. أنسيتم القدس أم أصبحتم تسكنون غير ديار القدس أوطانا؟
أنا كلما ذكرتكم بحق القدس علينا صرختم بوجهي وقلتم من أنت وما شأنك، من أنت وما شأنك يا فلانة. اليوم أجيبكم، أنا الشهيدة آيات الأخرس، أنا الشهيدة آيات الأخرس. انظروا إلى وصيتي، هل فعلتم بها ما كان؟ ما رأيتكم سوى مجرد هياكل إنسان، ولكن صما بكما وعميانا. أنا الشهيدة آيات الأخرس. انظر إلى وصيتي، هل فعلتم بها ما كان؟ ما رأيتكم سوى مجرد هياكل إنسان، ولكن صما بكما وعميانا. القدس لابد أن تنتصر، القدس لابد أن تنتصر، ولابد يا قدس أن يرفع فوق سماؤك علم لوانا. كفانا ذلا، كفانا ذلا، كفانا. هي برافو برافو بجد، عندك ملكة كتابة. أنا في الحقيقة دايما مؤمنة بيك إن أنت بتكتبي حلو يا لينا. يمكن الكلام ده أنا قلتهولك أيام برنامج مين الجاني، ما كنت بتكتبي لنا كتابة، بس في الشعر ليكي رونق تاني ومظهر تاني. حبيبي سلمى. طيب لينا، في ناس كتيرة شباب في عمرنا بيقولوا لنا مثلا لما بيجوا يكتبوا شعر ممكن يقتلوا الفكرة في الأسلوب بتاعهم. يعني ممكن يكون هو بادئ القصيدة بيقول حاجة، وبعدين تلاقي علشان خاطر يحافظ على السجع والقافية والحاجات البلاغية في القصيدة، بيلاقي ان الفكرة ماتت وأصبح كلام مرسل. انت هنا عالجتي القضية دي ازاي؟ هلا في نقطة ما ننسى انه القراءة مهم كتير. يعني الانسان لما يتصفح بالشعر ويقرأ ويتذوق من هون ومن هون بصير عنده فن بالكتابة. بس اهم شي كمان يكون عنده خيال. الملحن مثل الشاعر هو بيألف. اذا ما كان عندك انت روح التلحين مهما عملتي مهما درستي ما راح يطلع بايدك شي، لانه في خيال. الخيال لازم يكون موجود. وصف هالشي لازم يكون عندك خيال داخلي. اذا ما كان عندك ما راح تقدري تكتبي بالمرة. صف الكلمات بالقوافي امر بيحتاج مجهود، بس لازم تكون في رؤية للقصة. يعني انا لما بدي اكتب شعر لازم يكون في قصة، اكون عارفة انا شو بدي اكتب. قبل شوي قلت لك انا كتبت قصيدة موزونة بالقوافي كاملة، وصفت فيها حالة إنسانية بين الفقير والغني. صحيح. كانت القصة هي أنه مشهد كيف الفقير بيجي على الغني وكيف عامله الغني وكيف راح مكسور الخاطر ولجأ لرب العالمين. طيب انت لينا اوعدينا ان انت تقولي لنا القصيدة ديت في 4 من الأربعات. يعني مش احكم عليك يكون الاربع اللي جاي او اللي بعد، بس اوعدينا ان يكون القصيدة ديت حاضرة معانا في اقرب وقت ان شاء الله. بس فتش عليها لأن الدفاتر عندي دفاتر كتير بحتفظ فيهم من انا صغيرة. في عندي حتى الدفتر وانا كان عمري 3 سنين كنت شخبط على دفتر موجود عندي بالصندوق، حتى بصندوق كل شيء فيه موجود. يعني حتى وانا عم شخبط عمري 3 سنين موجود الدفتر هيدا. عم شوف حالي وانا بتهبر كيف وانا صغيرة. جميل. بس بدي فتش لك قبل ما القاهم. احنا في بانتظارك وبانتظار مشاركاتك، لان
كل واحد مننا بيكون ليه تذوق بالشعر وتذوق بالأدب مختلف عن التاني. ممكن تكون القصيدة واحدة ولكن إلقائك غير إلقائي غير إلقاء حد تاني. كل واحد ليه وجدانه وليه مشاعره. أكيد كل شخص عنده الكاركتر تبعه والكاريزما اللي بيقدم فيها شعره، أكيد بيكون غير شكل عن غيره. صحيح. طيب لينا أنا مبسوطة قوي بيكي النهاردة حبيبتي. أنا بالأكتر حبيبة قلبي. دايما هستنى مشاركتك كل أربع بقى عشان خاطر بتشرف أكيد. محجوزة حبيبتي. بشكرك ماشي يا كتير. حبيبتي. شكرا. متشكرة. كل واحد فينا عنده حكاية في حياته هو بطلها من البداية للنهاية، ومن أهمها قصص الحب اللي ممكن نمر بيها في حياتنا، من حلوها ومرها ومن فرحها لحزنها. وأكيد أكتر حاجة بتأثر في أسلوب ونظام حياتنا زعلك من حبيبك أو إن حبيبك يزعل منك وتفضل محتار ومش عارف تعمل إيه. في برنامج أهواك هنكون معاك ونحاول نساعدك تتصرف إزاي وتعمل إيه. موعدنا الخميس الساعة 10 بتوقيت بيروت والقاهرة. أحمد مروان. قلبي يحكي. كل حدا فينا بيحتاج لإنسان ثقة يحكي له أو حدا يفهمه ويشكي له. قلبي يحكي. وكل حدا فينا بيحتاج لحظة من التأمل، لحظة من فشة الخلاء ما بنعرف شو نسميها. قلبي يحكي. رجع لكم برنامجكم قلبك يحكي معي أنا الكرمي ومعي أنا ميليسا. قلبي يحكي يوم الاثنين في تمام الساعة 10:30 مساء بتوقيت بيروت والقاهرة. قلبي يحكي. همسات سهر. قل للمليحة في الخمار الأسود ماذا فعلت بناسك متعبد قد كان شر للصلاة ثيابه حتى وقفت له بباب المسجد ردي عليه صلاته وصيامه لا تقتليه بحق دين محمد. كلمات ترسم لنا لوحة وتسافر بنا عبر الأزمان، وهمسات جسد بها عشاق عشقهم، ولكنها ليست كأي همسات سهر. برنامج همسات سهر يطل عليكم كل أربعاء في تمام الساعة 10:30 مساء بتوقيت بيروت والقاهرة. من إعداد وتقديم الإعلامية إلهام عبد العزيز. ورجعنا بعد الفاصل القصير ومعانا مفاجأة تانية من مستمعنا حيدر اللي جهز نفسه بقصيدة أو جهز لنا بالأحرى قصيدة فصحى. ألو حيدر، أنت أنا لسه هستقبل ومش كده، لا أنا عايزة أخش على القصيدة على طول لأن أنا متشوقة أسمع القصيدة. ماشي. هتقول لنا إيه النهارده؟ يلا أنا قصيدة من نزار قباني
ما حضر نفسي ان شاء الله على الاسبوع الجاي حاضر لكم قصيده وتكون مفاجاه. طيب مجهزين المفاجأة، اتفضل. قصيده تقول: قالت له: أتحبني وأنا ضريرة وفي الدنيا بنات كثيرة، الحلوة والجميلة والمثيرة، ما أنت إلا بمجنون أو مشفق على عمياء العيون. فقال: بل أنا عاشق يا حلوتي، ولا أتمنى من دنيتي إلا أن تصيري زوجتي، وقد رزقني الله المال وما أظن شفاء محال. قال: إن عدت لي بصري سأرضى بك يا قدر وسأقضي أمري معك، لكن من يعطيني عيني وإيديه يبقى لديه. وفي يوم جاء مسرعا: أبشري وقد وجدت متبرعا، وستبصرين ما خلق الله وأبدع، وستوفين بوعدك لي وتكون زوجة لي. ويوم فتحت عينها كان واقفا يمسك يدها، رأته فدوت صرخا: أنت أيها الأعمى. وبكت حظا: لا تحزني يا حبيبتي، ستكون عيني ودليل، فمتى تصيرين زوجتي؟ قالت: أنا أتزوج ضرير وقد أصبحت اليوم بصيرة. فبكى وقال: سامحيني من ألا تتزوجيني، ولكن قبل أن تتركيني أريد منك أن تعتني جيدا بعيوني. هو ألو، وإن شاء الله عجبتكم القصيدة، ولو كنتم محضر لهذه المشاركة وإن شاء الله الأسبوع الجاي مفاجأة كلش يعني كبيرة مش ما أوصفها. هاخد وعد منك طيب ده يا حيدر؟ وعد؟ هناخد وعد منك ان احنا نستناك الاربع اللي جاي بقصائد جديدة والقاء حيدر الرائع. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. انا بشكرك جدا يا حيدر، وبجد استمتعنا بشعرك. شكرا لك. تحياتي لك. أنا ممكن أضيع عمري وأضيع روحي وأضيع في عيونك. حسيت بأمان قلبي أنا غرقان على كيفك، وديني على كيفك وناديني وارميني وخليني في عيونك. لو حد عايزني في حاجة بجد يحلفني بعيونك. تعالى أتصالح على نفسي وأنا وياك، وعيش جوا سلام إيدك وأموت وأنا بهواك. تعالى أتصالح على نفسي وأنا وياك، وعيش جوا سلام إيدك وأموت وأنا بهواك، والحياة في هواك تبقى حياة.
الغرب نسيم وبحر بتغرب في بلاد واجمع كل ورود بغداد علشان عندي الليلة معاد جوا عيونك. تيجي نسمة من بيروت على خدي تفوت وحشني عيونك. وطني وبلادي أرضي وميلادي وحياتك دفيني وفي ذاتك خبيني من العالم واحميني في عيونك. وعلى ورقة ياسمينك تبقى سمينة حروفها بلونك. تعالى أتصالح على نفسي وأنا وياك وأعيش جوا سلام إيدك وأموت وأنا بهواك. تعالى أتصالح على نفسي وأنا وياك وأعيش جوا سلام إيدك وأموت وأنا بهواك. والحياة في هواك تبقى حياة في عيونك. وشعر شوقي تميز أيضا بروح الدعابة، فيقول: فأر رأى القط على الجدار معذبا في أضيق الحصار، والكلب في حالته المعهودة مستجمعا للوثبة الموعودة، فحاول الفأر اغتنام الفرصة وقال: لك في القطة هذه الغصة، لعله يكتب بالأمان لي ولأصحابي من الجيران. فسار للكلب على يديه ومكن التراب من عينيه، فاشتغل الراعي عن الجدار ونزل القطة على رباه مبتهجا يفكر في وليمة وفي فريسة لها كريمة يجعلها لخطبه علامة، يذكرها ويذكر السلامة. فجاء ذاك الفأر في أثناء وقال: عاش القط في هناء، رأيت في الشدة من إخلاصي ما كان منها سبب الخلاص، وقد أتيت أطلب الأمانة فمن به لمعشري إحساني. فقال: حقا هذه كرامة غنيمة وقبلها سلامة، يكفيك فخرا يا كريم الشيمة أنك فأر الخطب والوليمة. وانتخذ في الحال على الضعيف يأكله بالملح والرغيف، فقلت في المقام قولا شاعا: من حفظ الأعداء يوما ضاع.
ورجعنا لكم مرة تانية أعزائي المستمعين في آخر فقرة في برنامجنا، وهي فقرة رسالة للنشر. صديقتنا تقول: نصف دموع المرأة هي منك أيها الرجل، والنصف الآخر هي الدموع التي تذرفها لحال قلبها. تبكي بكاء الطير عندما ترى ألم غيرها، وعندما يجرح إصبعها تبكي وكأن الذي جرح هو قلبها. تبكي عندما تصرخ بوجهها، عندما تفتح لك قلبها وتجد منك كل صد وإهمال. فهل تحتويها وتمسح دمعها وتنام بين يديك كطفل، أم أن تكبرك وشموخك أخي يمنعك من ذلك؟ فإن لم تكن أنت ذلك القلب الرحيم الكبير، فمن أنت إذن؟ أنت بين نظريها لست فقط الرجل بعينيها، أنت حلمها وفارسها وعاشقها وحبها ودمعها ووريدها. وإن بكت فهي تريدك أنت قبل أي إنسان، لأنها خلقت من ضلعك، وأنها ستظل بين أضلاعك لتبقى مدى الدهر بحناك. خلقت المرأة من ضلع الرجل لتكون قريبة من قلبه وروحه وأنفاسه بل وعطائه، والذي يمتد لها ولا ينتهي. دمعها قد تسكب بلا سبب وبلا قيود، ولكن أحاسيسها التي تنقل بداخلها تجعلها شاعرية، وبكاءها كالطفل الوليد لا ينتهي. إلى هنا أعزائي المستمعين وصلنا إلى نهاية حلقة الليلة. أتمنى تكون عجبتكم ونالت رضاكم. طبعا أنا بشكر كل اللي سمعونا النهاردة، واللي ما سمعوناش أحب أفكركم بميعاد الحلقة كل يوم أربع الساعة 10:30 بتوقيت القاهرة وبيروت، 8:30 بتوقيت المغرب. هستناكم كل أربع لحد الأربع الجاي ما يجي. إلى اللقاء.